استاذه كارما اتفضلي. شكرا سيادة الرئيس. المحكمة اطلعت على ملف التحقيقات ومذكرة الدفاع والمستندات اللي انت قدمتيها. أنا آسفة يا فندم، أنا عارفة إن الورق كتير شوية بس والله غصب عني. مفيش مشكلة ولا حاجة، بس دي مستندات تخص النشاط العقاري لشركة الكومي. حضرتك معاكي أي مستندات تخص القضية اللي قدامي دي؟ عندي يا فندم في صلب الموضوع وعصب القضية، بس بعد إذن سيادتك مأجلاها للمرافعة. يعني ما كانش في داعي إن حضرتك تجهدي المحكمة بالورق ده كله؟ لا يا سيادة الرئيس، لازم المحكمة تتأكد إن الحالة دي نشاذ في تاريخ موكلي في نشاطه العقاري. تمام، والمحكمة اتأكدت يا أستاذة. اتفضلي اترفعي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أوضح لسيادة المحكمة. أنا بعتذر يا فندم، تسمح لي أرد على التليفون؟ تليفون إيه يا أستاذة؟ أنت بتترفعي يا أستاذة. أرجوك يا فندم معلش، دي مسألة حياة أو موت. أنا هفتح السبيكر لحضرتك. كمان هتفتحي السبيكر؟ عشان سعادتك تتأكد بخطورة الموقف. افتحي السبيكر وخلصينا. إيه الجنون ده؟ أيوة يا حاج، سلام عليكم. ايه الاخبار يا استاذه كارما؟ طمنيني. الحمد لله تمام. انا دلوقتي في المحكمه قدام سياده المستشار، بيني وبينه 5 خطوات بالظبط. بجد يا استاذه؟ المستشار وجدي ياسين بنفسه؟ يعني امال خياله؟ لا مؤاخذه سعادتك، اصله فهمه بطيء شويه. ايه اللي بيحصل ده؟ ايوه يا حاج انا معاك. طب فرحيني يا استاذه، وافق خلاص؟ لا لسه، سياده المستشار وجدي ياسين مصمم على 800,000، مش هينفع ينزل منهم ولا مليم. مش هينفع ازاي يا استاذه كارما؟ انت وعدتيني انك هتقنعي وجدي بيه بانه ياخد 600,000 ويخلص. دي جريمة علن يا سيادة الرئيس. دي أكيد مجنونة. يا نهار اسود. اقبض عليها يا سيادة العقيد. استنى بس يا سياده العقيد ثانيه واحده. ولا ربع ثانية يا أستاذة، المحكمة أمرت بالقبض عليك. افهم بس من سياده المحكمه، ايه التهمه اللي متوجهه لي؟ هتقبضوا عليا ليه؟ اعتقد ده من حقي. التهمة واضحة يا أستاذة، مش محتاجة تفصيل. ايه التهمه يا سياده الرئيس؟ هتقبض عليا بتهمه ايه؟ الرشوة. حضرتك دي قضية رشوة، انت بتتكلمي مع واحد غريب في عرض رشوة على هيئة المحكمة. رشوه؟ انا متهمه برشوه؟ انا لساني نطق قدامكم كلمه رشوه؟ امال سعادتك بتسمي الكلام اللي قلتيه في التليفون ده ايه؟ بيع وشراء يا سياده النائب، وساطه بريئه جدا بين بايع ومشتري. بايع؟ ايوه يا سياده الرئيس، سيادتك نشرت اعلان في جريده الاهرام من اسبوع بتعلن عن بيه شقه مملوكه لسعادتك في حدائق القبه ب 900,000 جنيه، وكاتب رقم تليفون سعادتك في اخر الاعلان. التليفون اللي جالي دلوقتي سمسار عقارات، معرفه قديمه، طلبني وسالني اذا كنت اعرف سيادتك ولا لا. قلت له طبعا اعرفه وهقابله كمان بعد بكره. طلب مني ان انا اتوسط لحضرتك انك تعمل تخفيض في سعر الوحده السكنيه من 900,000 ل 600,000 بس. خلاص. هو ايه اللي بس خلاص؟ ده تهريج يا أستاذة. انت واقفة بتترافعي ولا بتتفقي مع سمسار شقق؟ لا بترافع يا سياده الريس، والتليفون اللي انا عملته ده في صلب القضيه اللي انا بترافع فيها، واساس الجنائي اللي الداخليه بنت عليه تهمه الرشوه لموكلي. بعد اذن سيادة الرئيس، الاساس الجنائي سليم ومالوش اي علاقة بالكلام الخايب اللي قالته الاستاذة. نسمعه يا سياده الريس. انا بطالب عداله المحكمه بان احنا نفض حرز المسجل لموكلي، ونقارن بين الحوار اللي اتقال في التليفون وبين الحوار الخايب اللي انا بقوله. 10 اتصالات في ربع ساعه ليه؟ دي جمله الباشمهندس جابر في اول المكالمه. انهي منطق بقى يقول ان جابر الكومي متفق مع مدحت الشربجي انه يدير له صفقه رشوه كبيره زي دي، ويرن عليه في نفس توقيت الصفقه 10 مرات وما يردش عليه، وفي الاخر لما يرد يقول له عايز ايه؟ يقوم رادد الاستاذ مدحت ويقول الراجل منشف دماغه على 7 مقفولين ومش راضي ينزل ولا مليم واحد. طب 7 ايه اللي مقفولين؟ 7 ايه؟ 7 جنيه، 7,700، 7 مليون. ما جاش في بال النيابة اللي حركت الدعوة وكتبت تقرير الاتهام ان الكلام ده مبهم جدا ويحتمل اكتر من معنى؟ ما جاش في بالها ان مدحت الشربجي بيدير صفقة الرشوة دي لنفسه
وإنه كلم جابر الكومي بالأسلوب المبهم ده عشان يوهم المرتشي إن هو متفق معاه. ده تلبيس واضح يا سيادة الريس. لو دي لعبة الشرباجي لوحده وجابر الكومي ما يعرفش عنها حاجة، جميل. ايه اللي يخليه يستجيب في المكالمة ويقول له اديهم له؟ موظف عنده بيشتري له عربية، شاليه في الساحل، أو شقة زي سعادتك، زي شقة الحدايق. أنا قلت في المكالمة المفتوحة أمام المحكمة إن سعادتك مش هتتنازل عن 800,000 ولا مليم، وسعادتك وعدالة النيابة سبقته بسوء النية واعتبرته إن دي رشوة لعدالة المحكمة وأمرته بالقبض عليا، وأكيد كمان كنتوا هتقبضوا على السمسار الغلبان اللي يا عيني عايش شقة. ده التفاف يا سيادة الريس، وطريقة ملتوية من الأستاذ عشان تخلي عدالة المحكمة تتكلم عن... أيوة التفاف يا سيادة النائب، هي مش محتاجة أي ذكاء، وأكيد التليفون ده اختراع تافه مني، حيلة. أنا اللي قريت الإعلان وكلمت السمسار وطلبت منه إن هو يكلمني في التوقيت ده بالتحديد، ومستعدة أتحمل اتهامي لافتعالي دليل وهمي أمام عدالة المحكمة. انت مش شايفه ان دي جرأة زياده عن اللزوم يا استاذه؟ طب أعمل إيه يا سيادة الرئيس؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه والداخلية مصممة إنها تورط موكلي وتدينه وتدمره بأي شكل؟ أعمل إيه عشان أهرب من الترصد العجيب إلا بالطرق الملتوية دي؟ يا سعادة الريس الواقع واضحة جدا، والمتهم التاني ما اعترفش بأي كلام من ده في تحقيق النيابة. حضرتك عايزه يعترف بإيه؟ بإنه استغل وظيفته في شركة جابر الكومي؟ بإنه استغل جابر الكومي في مكالمة تليفونية رخيصة عشان ينهي صفقة لنفسه؟ أنا عايزة أعرف إحنا ممكن نتهم جابر الكومي بإيه بالظبط؟